ولينا عايشين بحال الروبوات، كنتمشاو وحنا العقل ديالنا غايب، كنضحكوا في التصاور ولكن قلوبنا خاويه من الداخل. اليوم غادي نهضر على واحد الماده كاينه في دماغنا سميتها الدوبامين، وكيفاش هاد الماده اللي المفروض تخلينا فرحانات ونشيطات ولات هي السجن اللي حنا محبوسين فيه بلا ما نحسو. تخيلي معايا فنان عالمي وعنده الملايين وعايش وسط الاضواء، سولوه في واحد اللقاء علاش ما عندكش صفحات في السوشيال ميديا، جاوبهم بواحد البروده اللي بصراحه كتصدم. قال لهم انا اصلا ما عنديش تليفون ذكي، عندي تليفون قديم ما فيش حتى الواتساب، والسبب ببساطه هو انه فاهم اللعبه. وهذا الشيء كيحطنا قدام واحد السؤال قاصح ليك انتي وليا انا، واش فعلا باقي عندنا التحكم في دماغنا؟ واش فاش كنفيقوا في الصباح اول حاجه كنديروها هي كنشوفوا في السماء ونقولوا الحمد لله، ولا يدينا كتمشي بوحدها للتليفون تشوف شكون حطت ستوري وشكون جاوبتنا على لي ميساج ديالنا؟ فاش كنسمعوا كلمه ادمان كيمشي بالنا ديما الحوايج الخايبه والمواد المحرمه، ولكن واحد الدكتوره في كتابها الشهير الدوبامين كتقول لنا بلي اخطر ادمان في هذا العصر هو ادمان اللذه السهله. الدوبامين هو داك الهرمون اللي كيعطيك الشغف، هو اللي كيخليك تنوضي من الفراش باش تخدمي على احلامك، ولكن نهار كيولي يجينا ساهل بلا مجهود تما كتبدا الكارثه العظمى. شحال هذا باش توجدي وجبه زوينه كان خاصك تقداي وتوقفي في الكوزينه وتبذلي مجهود، وباش تقراي معلومه وتتعلمي صنعه كان خاصك تمشي وتقلبي وتصبري. اليوم كلشي ولا كاين بضغطه زر، اللذه ولات رخيصه بزاف وموجوده في كل بلاصه، تيك توك، ريلز، شوبينغ اونلاين بلا قياس. هاد السهوله هي اللي قتلت لينا الاستمتاع بالحقيقه ديال الاشياء. هاد الدكتوره عاودت لنا قصه واحد المريض رجل واصل وناجح، ولكن الانترنت دمر ليه حياته بسبب ادمان المتعه اللحظيه. والصدمه الكبيره هي ان الدكتوره براسها اي الطبيبه اللي كتعالج الناس اعترفت باللي حتى هي طاحت في هذا الفخ. ادمانها كان هو الروايات الرومانسيه اللي كتقراهم اونلاين، ولات كتقرا ليل ونهار لدرجه انها ولات كتقصر في حق وليداتها ودارها وخدمتها. هذا الشيء كيبين لينا باللي هذا الوحش اللي سميتو الدوبامين ما كيرحم حتى واحد فينا، لا طبيبه لا طالبه لا ربة بيت، اي وحده فينا كتهرب من الملل ولا من مشاكل دار الشاشه راه كتدخل لواحد الدوامه اللي صعيب تخرج منها. دابا ركزوا معايا مزيان حيت هاد النقطه هي اللي غتشرح لكم علاش واخا كتفرجي في الفيديوهات ديال الضحك كتبقاي مقلقه ومخنوقه. الدماغ ديالنا داير بحال الميزان، جهه فيها اللذه وجهه فيها الالم. نهار كتفرجي في ريل زوين ولا كتشوفي شي حاجه كتعجبك الميزان كيميل لجهه اللذه. الدماغ باش يحافظ على التوازن كيدفع الميزان بقوه لجهه الالم. داكشي علاش ملي كتحطي تليفونك مورا ساعات ديال التبرقيق في الحياه ديال الناس كتحسي بواحد الفراغ وبواحد الضيق ما كتعرفيش منين جاك. هذيك هي الضريبه اللي كيخلصها دماغك حيت عطيتيه متعه بلا مجهود. ومع الوقت هذا الميزان كيتعطل ما كيبقاش يرجع للوسط، كتولي محتاجه تشوفي فيديوهات كتر وتعرفي اخبار كتر وتلقاي تفاصيل كتر غير باش تحسي بالراحه العاديه. داكشي علاش الماكله ديال الدار ما بقاتش كتعجبنا، والجلسه مع الوالدين ولات كتبان لينا ثقيله، وحياتنا العاديه كتبان لينا باهته حيت قارناها بصور الفلترات اللي في السوشيال ميديا. تفكروا معايا ايام زمان كيفاش كانت ابسط الاشياء كتفرحنا، اليوم ولينا عايشين ريتم الفراشه، كنطيروا من بوست لبوست ومن معلومه لمعلومه، وفي الاخر ديال النهار كنلقاو راسنا ما درنا والو ودماغنا عامر غير باشياء خاويه، في حين ان النجاح الحقيقي وقوه الشخصيه كتطلب منا ريتم النحله ماشي الفراشه. تجلسي وتركزي في حاجه وحده، تعلمي مهاره، تقراي كتاب وتخرجي منه العسل اللي هو الفائده اللي غتنفعك في مستقبلك. الحل كيبدا بكلمه واحده، الاعتراف. خاصنا نعترفوا بلي السوشيال ميديا سرقات لينا اغلى حاجه عندنا، التركيز والسكينه. جربي تصومي على الدوبامين، خلي تليفونك بعيد عليك ساعه في النهار، رجعي استمتعي بالملل. الملل هو فين كيبدا الابداع، هو فين كتقدري تفكري في مستقبلك وتعرفي شنو باغيه بصح. عيشي اللحظه، جربي تاكلي وانتي كتذوقي الماكله، جربي تهضري مع ماماك وانتي كتشوفي في عينيها ماشي في التليفون. الحياه قصيره بزاف باش نضيعوها وحنا كنتفرجوا في حياه المؤثرات في السوشيال ميديا، ولا حنا كنجريو مورا لايكات وهميه. ردي بالك على دماغك وعلى صحتك النفسيه حيت هي الراس مال ديالك، والا خليتي الدوبامين هو اللي كيتحكم فيك غتلقاي راسك ضيعتي اجمل سنين عمرك وانتي كيسحاب ليك راك مواكبه العصر وانتي في الحقيقه كنتي غير مخدره. نتمناو نرجعوا للوعي ديالنا ونعطيو قيمه للوقت حيت هو الحاجه الوحيده اللي ما كترجعش.